السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد الأحداث الشغبة التي شهدتها المباراة الافتتاحية للشان المنظمة في الجزائر بين المنتخبين الجزائري والليبي، والاعتداء الذي حدث ضد أعضاء المنتخب الليبي وكذلك الجمهور الجزائري الذي اعتدى على الجمهور الليبي وهتف بهتافات عنصرية ضد الجمهور المغربي الذي لم يشارك في هذا الشأن. فتح الاتحاد الافريقي كاف بالتنسيق مع الاتحاد الدولي فيفا فتح تحقيقا دقيقا لمعرفة الحقيقة الكاملة وراء كل هذا، بالإضافة إلى التصريحات التي أدلى بها حفيد مانديلا التي مست الوحدة الترابية للمغرب، وهذا ما يتنافى مع لوائح وسياسة الكاف والفيفا. لذلك أوردت العديد من الوكالات الأنباء الدولية على أن اتصالا هاتفيا دار بين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو وكذلك رئيس الكاف باتريس موتسيبي تطرقوا من خلاله العقوبات التي تنتظرها الجزائر، وذلك للخلط بين السياسة والرياضة، الشيء الذي لا يقبله الفيفا. ووعد إنفانتينو بإنزال أقصى العقوبات على الاتحاد الجزائري لكرة القدم لمنعه دخول بعثة المنتخب المغربي وكذلك لخلطه بين السياسة والرياضة. وبعدها أيضا أجرى إنفانتينو اتصالا مع صديقه فوزي لقجع، أكد له أنه سيرجع له حقه من الجزائر، وأكد له أيضا أن المغرب شريك قوي للفيفا وهو رابع العالم في المونديال الأخير في قطر، وهو مقبل أيضا على تنظيم كأس العالم للأندية بمشاركة ريال مدريد في العاصمة الرباط.